النهاردة هنعمل مع بعض سلطة البطاطس اللي احنا كنا متعودين ناخدها من البار بتاع مطاعم البيتزا. طبعا انتوا فاكرين البار ده كويس وحافظينه. يلا بينا نشوف المكونات. اهي لبن رايب، مستردة، مايونيز وخلافه. هنجيب الاول المستردة وبعدين نضيف عليها المايونيز وبعدين نضيف عليها اللبن الرايب وبعدين نبدأ نقلبهم كويس لحد ما يبقوا بالسمك ده. نضيف الملح والفلفل ونزود شوية لبن رايب كمان، والمكونات هنكتبها لكم. ده السمك المطلوب اللي احنا منتظرينه. وبعدين بنجيب الشبت ونضيفه عليها مية مغلية وبعدين ضفنا فيها مكعبات البطاطس بتاعتنا، حبة بطاطس أو 2، وسبناهم لمدة 10 دقايق. بعد كده أخدنا البطاطس وقلبناها كويس جدا في الخلطة اللي احنا كنا عاملينها، وهنحطها في التلاجة تسقع لأن سلطة البطاطس دي بتتقدم ساقعة. جبنا طبق التقديم بتاعنا وحطينا فيه البطاطس ورشينا شوية شبت على الوش. الشبت ريحته حلوة جدا وبيدي شكل جميل جدا. بتتقدم مع الخبز المحمص. وادينا اهو بنجربها وبندوق ايه سلطة البطاطس بالخبز المحمص. شكلها طلع تحفة وطعمها طلع جامد جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على القناة بتاعتنا، ويلا بينا ناكل من جوه الحلقة.